يا ليلى ده انت حتى ما خدتيش رأيي، ما قلتليش نجيب خدامة ولا لا. قلت لك كتير ان انا محتاجه واحده تساعدني في البيت، بس انت كل مره بتسمع من هنا وتخرج من هنا، بتطنشني يا احمد. عشان ما عنديش فلوس تكفي ان انا اجيب خدامة، انت وعيالك مخلصين عليا اول باول وكمان عايزين اجيب لك خدامة. مش هتاخد كتير صدقني، وكمان ايه لهلوبه ميرفت جارتنا قالت هتخليكم ملوك، مش هتخليكي تعملي اي حاجه، هي هتقوم بكل طلبات البيت. وافق بقى يا احمد، وافق علشان خاطري وخاطر العيال. خلاص يا ستي انا موافق، ومن امتى اصلا بقدر ارفض لك طلب؟ امري لله. حبيبي يا احمد، بحبك قوي. ما قلتوليش ايه رأيكم في الاكل بتاعي؟ تسلم ايدك يا ابتسام، اكلك تحفة، ما دقتش في طعمته. لا حقيقي تسلم ايديكي، اكلك جميل قوي، بيفكرني بطبخي زمان. بالهنا والشفا، المهم يكون عاجب احمد بيه. طبعا طبعا عاجبني، الاكل جميل جدا فعلا، تسلم ايدك يا ابتسام. هو قال المهم يكون عاجب احمد بيه، وبالنسبه لينا احنا يعني هوا لقينا ملوش لازمه يعني. العفو يا زئردة هانم، رأيك طبعا يهمني، يا رب يكون الاكل عجبك. عجبني شويه. كويس. بس عجبك شويه ايه؟ ده الاكل خطير خطير، انا اول مره ادوق اكل طعمه حلو كده. بصي يا ابتسام، انا اعتمدتك شيف العيله خلاص، عايزين بقى نفس ام علي بتاعت امبارح. بس كده؟ من عيوني الاتنين، عيوني الاتنين ليكم يا سلطان، كل طلباتكم مجابة. احلى كوباية شاي لأحمد بيه، اتفضل. تسلم ايدك يا ابتسام، جت في وقتها، عليكي كوبايه شاي تعدل الدماغ. انت تستاهل كل خير، كفاية شقيان ليل ونهار علشان عيلتك، ولا حد يا عيني حاسس بيك. اه والله يا ابتسام عندك حق، بعمل علشانهم كل حاجه، وبرضه محسسني ان انا مقصر ومفيش حد بيقول لي شكرا. يا حرام، مش مقدرينك؟ ده انت تستاهل اللي تعرف قيمتك وتعيشك ملك. تعالي يا ابتسام اقعدي معايا شويه، تعالي كلميني عن نفسك. يلا احكي لي بقى عن نفسك شويه يا ابتسام. انا واحدة شقيانة يا بيه، وبدور على ابن الحلال اللي اشيله فوق راسي. تستاهلي كل خير، ان شاء الله ربنا يرزقك براجل يستاهلك ويفرحك دايما. يا رب، المهم يكون شبهك يا احمد بيه. تعيشي يا ابتسام تعيشي. بقى انا يعمل فيا كده؟ انا بعد العمر ده كله مع ابوكم عايز يجيب لي ضرة؟ بابا هيجيب لنا دولة الممثله. بطلي هبل بقى يا زيريدة، ماما تقصد يعني ان بابا عايز يتجوز. بابا عايز يتجوز؟ ازاي يتجوز؟ مش هو بيتجوز ماما؟ ليح انت عملان دلوقتي مش وقتك. ما ظنش يا ماما بابا ممكن يعمل كده ابدا، ده بيحبك. انا كنت زيكم عندي ثقة عمياء فيه، بس للأسف اتأكدت النهاردة وسمعته وهو بيتكلم معاها وبيتفقوا على الجواز. كمان بيتفقوا على الجواز؟ وهي مين دي يا ماما واحنا ندبها من صعلها؟ ابتسام. الخدامة؟ ايوه، الخدامة اللي انا جبتها بايديا دول ودخلتها بيتي علشان تخربه. احنا دلوقتي في موقف صعب ولازم كلنا ننسى خلافاتنا مع بعض. ما تنجز يا سلطان، انت هتعمل لنا فيها زعيم الامه يا سلطان. ايوه خلصوا، انا ما عنديش وقت، عايز اطلع العب مع صحابي. وانا كمان رجلي وجعتني من الوقفه، ما تخلص يا سلطان وتقولي انت عايز مننا ايه. طيب هقول. بصوا بقى، احنا لازم ننقذ البيت ونمنع بابا انه يتجوز ابتسام الخدامة. هنمنعه ازاي يا زكي؟ افرض بقى هو مصمم، يعني هنعمل له ايه؟ يعني ايه هنعمل له ايه يا ست زيسي؟ انت عايزه بابا يتجوز الخدامه؟ انت عايزانا احنا نسيبه يتجوز على ماما يعني؟ لا انا مش قصدي كده، انا بقول يعني نحاول نتكلم مع طنط ليلى ونشوف ايه اللي يخلي عمو احمد يفكر يتجوز الخدامه. مش يمكن بابا اتجوز الخدامة علشان نفسه يخلف ولد؟ اولا هو لسه ما اتجوزهاش، ثانيا يعني بالنسبه ليك انت وسلطان يعني تتصنفوا ايه؟ حيوانات مثلا يا عملان؟ بس بقى انت وهي، بقول لكم احنا لازم نمنع بابا ولو بالقوة. مين معايا؟ معاك طبعا يا سلطان، ده بابا لو اتجوز ممكن يقطع عليا مصروفي، وانا اللي يقلب من مصروفي امحيه من على وش الدنيا. وانا بضم صوتي لصوت زئردة، واعملوا اللي انتوا عايزينه، انا معاكم في اي حاجة. عايزين بابا يتجوزها ماشي، مش عايزينه يتجوزها ماشي،
شوفوا انتوا عايزين ايه وانا معاكم، بس دلوقتي بقى انا هطلع العب مع اصحابي قبل ما بابا يتجوز وماما تقعد تعيط بقى وتقولي مفيش خروج الشارع. باي باي. انا بقى لا، مش معاكم. انا شايفه ان احنا لازم نتكلم مع طنط ليلى ونساعدها تقرب لعمو احمد. بصي يا جيسي، انت تسكتي خالص، مش مهم انت تشوفي ايه رايك، اصلا مش مهم، انت كده كده اصلا يعني مش بنتهم. اسمعيني يا ابتسام، انا طالما وعدتك اني هتجوزك يبقى هتجوزك، انا عمري ما هرجع في كلامي. الست ليلى طردتني وقالت عليا خربت بيوت. سيبك منها، اوعي تعيطي، غيرانه منك يا خطيبتي يا حبيبتي، بكره اجيبك هنا بقى وتبقى انت ست البيت. لا يا احمد معلش، انا مش هقدر اعيش معاها في بيت واحد، انا عايزاك تشتري لي بيت لوحدي. ايه؟ بيت لوحدك؟ طب واحده واحده عليا، علشان انا معيش فلوس تكفي ان احنا نشتري بيت دلوقتي. لا بقولك ايه، اسمع، انا لا يمكن اقبل الجواز الا لو جبت لي بيت وكتبته باسمي وكمان تشتري لي شبكه ب100,000 جنيه. ايه؟ بكم؟ 100,000 جنيه؟ وانا اجيب لك 100,000 جنيه منين؟ ماليش دعوه، هتصرف، لو بتحبني هتتصرف. باي باي يا احمد. تمام، انا كده ماشيه على الخطه مظبوط. زي ما اخواتي قالوا لي بالظبط. 100,000 جنيه وكمان بيت ليها باسمها؟ ازاي؟ احمد، ايه الكلام اللي انا سمعته ده يا احمد؟ ها؟ ماما؟ سمعتي ايه يا ماما؟ انك عايز تتجوز على ليلى، الكلام ده بجد؟ ايوه يا ماما، ايوه بجد، وفيها ايه يعني؟ شرع ربنا، وبعدين ليلى اهملتني وانا من حق اشوف حياتي. ليلى اهملتك؟ انت هتعمل لي فيها امير عيد؟ بقول لك ايه، انا امك وحق عليك اعرف هتتجوز على ليلى ليه. لا يا ماما، مش من حق اي حد ان هو يحاسبني. لا يا حبيبي، من حقي، انا امك وخايفه عليك. انت كده بتظلم عيلتك يا احمد، ما كنتش اصدق ابدا ان ابني يعمل كده. وخلي بالك الخدامه دي بتنصب عليك، اكيد عايزه منك حاجه. ها، نصابه فوق يا احمد، دي نصابه فوق يا احمد. لا 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 يا ماما، لا، ما طلبتش مني حاجه خالص، دي بتحبني انا ومحدش له دعوه. يلا يا استاذ احمد، امضي على وصل الامانه ده طالما عايز تتجوز اختنا. وفين بقى شبكة اختنا اللي ب100,000 جنيه؟ انا مش شايف اي شبكة. اخصى عليك يا احمد، انت برضو جاي فاضي كده؟ وفين عقد البيت اللي انت هتشتريهولي وهتكتبه باسمي؟ فوق يا احمد، فوق، دي نصابه، فوق يا احمد، فوق، دي عايزه تنصب عليك، فوق يا احمد، علشان عيلتك وعلشان ولادك، فوق يا ابني. لا لا، انا مش عايز الجوازه دي، انا مش هتجوز اختكم، مش هتجوز اختكم. خد هنا. العريس هرب. ارجوك يا ليلى، سامحيني، انا عارف ان انا غلطان، بس انا عارف برضو ان انت قلبك كبير وهتسامحيني. اسامحك؟ انا ممكن اسامحك بس بشرط واحد. اموري يا ليلى، اموري. تجيب لي غسالة اطباق جديدة بدل اللي باظت، وكمان تجيب لي اير فراير. وانا يا بابا عايزه موبايل جديد. وانا بقى عايز عربيه. هو انت ليه يا بابا ما جبتش معاك تورته من بتاعة الفرح بتاعك؟